ألف مبروك لنادي النصر ولجماهير نادي النصر. الفوز المستحق على الغريم التقليدي نادي الهلال في نهائي البطولة العربية الغالية بمسماها بطولة الملك سلمان. أفضل انطلاقة للنصر قبل بداية الدوري التاريخي للسعودية مع وجود هذه النجوم وهذه الأضواء. صراحة اليوم عدة مكاسب من مباراة واحدة، غير أنه وصل للذهب، ولكن بنى شخصية ما شفتها موجودة عند النصر من سنوات. شخصية الانتصار والهدوء والتعامل مع ظروف كثيرة جدا، ولكن مركزين كمنظومة بدون انهيار لآخر الثواني. الكل كان عنده مشاكل لياقية وضغط مباريات وقلة انسجام بحكم أنه ما في حصص تكتيكية، ما في وقت حتى يسترجعوا فيها لياقتهم، ولكن تعامل النصر مع هذه الظروف كان أفضل من الهلال. التهيئة النفسية عند كاسترو، وخاصة من تصريحه اللي شفته في المؤتمر أنه النهائيات تفوز فيها ما تلعبها. عرفت أنه يبي يتحفظ كاسترو، وهذا المطلوب لما يكون عندك مشاكل لياقية وتلعب مباراة قوية جدا. بعكس الهلال اللي دخل من أول الثواني هو يضغط، راهن أنه يفتك الكورة ويجيب هدف مبكر، ولكن ما كسب الرهان لأنه النصر ربما صار فيه توتر في البداية، ولكن عرف يتعامل مع هذا الضغط ويطلع أول 20 دقيقة بشباك نظيفة. المشكلة الثانية اللي عرف يتعامل معها النصر ما عرف يتعامل معها الهلال صراحة أرضية الملعب. أفقدت جمالية المباراة بشكل كبير. يعني أول 20 دقيقة كانت الكورة ضايعة ما بين ضغط وما بين لاعيبة مرتبكة، خاصة أول 10 دقائق جاء أكثر من باص وغلط، خاصة من العمري اللي كان دكة وعليه مشاكل وضغوطات نفسية، وبدون مدافع أجنبي بجنبه. أغلب لاعيبتنا المحلية يعني يعتبروا لاعيبة حواري، خاصة الدفاع، لأنه يبغى قراءة هجمة ويبغى تمركز ذكي ولا يبغى تهور. ليش تفوق النصر على الهلال بأرضية الملعب؟ لما خلصنا من الضغط دخلنا في مرحلة لعب الكورة، رجع الهلال قليلا، ما عرف أنه يفتك الكورة في منطقة النصر، فالفريقين الآن يبدأوا يلعبوا كورة. جلسوا 20 دقيقة ثانية وهم قلبين دلافين، الكورة كلها طويلة وأغلبها أي كلام، عشوائيات، بحكم أنهم لما جو يلعبوا أرضية الملعب صراحة ما تساعد لا الون-تو ولا المهارات ولا أنك تجري في الكورة. ولكن الميزة اللي كانت عند الهلال، أو الميزة عفوا اللي كانت عند النصر، الكورة تطلع من الحارس إلى منتصف الملعب نظيفة ودقيقة من العقيدي اللي مميز كالعادة، ومن منتصف الملعب بوجود بروزوفيتش تنتقل إنها تكون هجمة مرتدة أو بناء هجمة برضو طويلة نظيفة من بروزوفيتش. بعكس الهلال اللي وسط الملعب عنده جيد جدا، ولكن ما توصله الكرة دائما. لما حتى لو ضغط بسيط على العويس أو ضربة ثابتة، ضربة مرمى عند العويس، تيجي الكرة للنصر أو تطلع أوت أو تيجي بشكل غير مريح للاعيبة الهلال. فكانت في حلقة مفقودة، عرف يتعامل معها بحكم العناصر اللي موجودة والجودة في حارس المرمى بإخراج الكرة طويلة. الشيء الثاني، الهلال تابعته من بداية البطولة عنده شكلين، في شكل ثالث ما يستخدمه إلا إذا تقدم هدفين أو 3 أهداف، إني أستحوذ في منتصف الملعب بأريحية. ربما برضو الأرضية ما كانت تساعد، ولكن عنده شكلين، يا مندفع بشكل متهور وضغط عالي شرس جدا، يا متقوقع أو جالس في منطقته تمام يلعب على المرتدات. ما عنده لعب متوازن، انتشاره كان فيه مشكلة. خيسوس لما يهجم عنده طريقة صراحة هي مؤثرة، وجاب وحسم فيها مباريات كثيرة، واليوم جاب فيها جول. يتجمعوا اللعيبة في زاوية من زوايا الملعب أو في طرف من أطراف الملعب، 4-5 لعيبة يأخذوا المهاجم مع سافيتش، معهم أوقات نفيز، مع الجناح، مع الظهير في زاوية الملعب، يفرغوا المساحة بالجهة الثانية، مثل ما جاب مالكم بالهدف أمام الشباب، ومثل ما جاب اليوم ميشيل هدف أمام النصر. تلقاه لحاله، حتى لما جت العرضية لميشيل
ما في ولا قلب دفاع من دفاع النصر كان موجود في منطقة 18 من أسلوب خيسوس ومن السوء اللي موجود عند قلوب الدفاع في النصر، خاصة العمري اللي ما يعرف يقرأ الهجمة ولا يعرف يتمركز. يعني لما شفت الإعادة منطقة 18 كاملة ما فيها إلا ميشيل وتلس، ولاعيبة الهلال واصلة إلى الكورنر، يعني مو مثلا طالعين دفاع متقدم لاعيبة النصر. ولكن هذه مشكلتها على الهلال، لما تنقطع الكورة نجحوا في هجمة واحدة، لكن لما تنقطع الكورة انتشارهم وتمركزهم سيء جدا، ويبذلوا مجهود عالي عشان يغطوا المرتدات لأنهم متجمعين في طرف الملعب، فعشان يرجعوا قاعدين يستنزفوا نفسهم لا عشان يقدروا يلحقوا على الكور الطويلة الدقيقة واللاعيبة السريعة من كريستيانو أو ماني. لولا تألق سعود اليوم كانت النتيجة أكبر من كذا، لأنه حد من خطورة ماني في المرتدات بشكل غير طبيعي. أوقات ماني يلعب على سعود الحال والمنطقة كاملة فاضية ما في أحد، اللاعيبة توها ما لحقت الهجمة. وطبعا تألق العويس اللي ربما ضارت النافعة وشال كور كثيرة، كان عنده ردة فعل خيالية جدا، ولكن كان فيه مشكلة انه يوصل الكرة لقدام. المفروض انه على الاقل كوليبالي هو اللي يتكفل باخراج الكرة حتى في الضربات الثابتة. المفروض العويس ما يشوت، معروف انه حارس مميز جدا ولكن رجله سيئة، حتى في الضربات الثابتة المفروض انه كوليبالي هو اللي يرجع ويشوت الكرة الطويلة. النصر اليوم كان مهيئ نفسيا بعد الطرد، منظومته ثابتة ما تغيرت، ما تحس انه في نقص. صح انه نقصت الزيادة العددية في الارتداد، ولكن وقفته كانت ممتازة والمرتدات عنده كانت خطيرة وفعالة. على الرغم من انه كريستيانو اليوم اول مباراة اتابع كريستيانو من حوالي 15 سنة، اول مباراة اشوف له 10 مرات يتسلل، يعني دائما يضيع مجهود الفريق عشان خطوة، عشان انطلاقة مبكرة بثواني. يعني لو انه تمركز اليوم في نص الهجمات اللي يتسلل فيها ممكن برضو كبرت النتيجة، ومع ذلك جاب هدفين. يعني كريستيانو بأسوأ أحواله لازم يكون له بصمة. ربما مجهود البدني، الضغط، الدفاع المرتفع من الهلال سبب هذه المشكلة، ولكن كانت يعني زايدة صراحة اليوم عند كريستيانو. هارد لك الهلال، نتمنى القادم أفضل من المباراة الجاية في الدوري. الأضواء و90 قناة وشيء عالمي. إذا أعطتوني باصات نظيفة كالعادة بإضافة القناة باللايك بإعادة النشر، إن شاء الله بعطيكم صناعة في المستقبل مميزة. تحياتي للجميع.